ازيكم؟ فيديو النهاردة هنتعلم ازاي نقرا السيمبل بتاعة الباترون. اي باترون فيه العلامات دي محتاجة نفهمها عشان نعرف نقرا اي باترون. النهاردة انا باكد ان الباترون بتاع الكروشيه يا جماعة هو العكاز بتاعك اللي هتمشي بيه من غير ما حد يقولك تعملي ايه، يعني هو اللي هيدلك على الطريق. الباترون مهم جدا في الكروشيه، الباترون هو اللي هيقولك تشتغل ازاي من غير ما حد يعلمك. يعني انت لو لقيتي اي باترون كروشيه زي ده، انت عايزه تعملي طاقيه زي ديت، عندك الباترون بتاعها تعرفي تعمليها من غير ما حد يشرح لك الطريقه، بس المهم تعرفي ده بيتعمل ازاي، العلامات دي بتتعمل ازاي. يعني ده باترون اهو كده، ده باترون مثلا بتاع اللي هو المفرش المثلث اللي وريتهولكم امبارح اللي هو ال 3 دي. لو عايزه تعمليها تعمليه بكل سهوله، بس تعلمي يعني ايه الرموز بتاعه الباترون. رموز الباترون سهله مش صعبه، ليها اساسيات ما بتتغيرش. اقول اسمائهم، الاساسيات، يعني اسماء الاساسيات ايه هي. اول حاجه يمكن طبعا معظمكم عارفينها، بس يعني اكد على حاجات تانية. اول حاجه اللي هي السلسله اللي هي علامتها الدايره، علامه دايره فاضيه مفرغه، يعني مش مليانه، دايره فاضيه، دي اسمها سلسله او تشين. في علامه النقطه، ودي اللي هي علامه الغرزه الساقط اللي بناخدها من غير خيط. ودي علامه غرزه الحشو، بتبقى اكس او بلس كده، دي او دي الاتنين واحد، بيبقى دي معناها الحشو. انا هقول دلوقتي الغرز وهعملها معاكم النهارده. ده نص عمود اسمه هاف دبل كروشيه، وده دبل كروشيه، ده عمود بلفه، ده عمود بلفتين اهو، في شرطتين عمود بلفتين، ده عمود بثلاث لفات، ده الاس سي 2 اللي هم عمودين خارجين من كل واحد من غرزه، بس بيتقفلوا في غرزه واحده. دول 3 عمدان اس سي 3، دول 3 عمدان بيخرجوا في غرزه واحده. دول عمودين بيخرجوا في غرزه واحده اسمها دي سي 2. وبعدين في ال3 عمدان اللي بيخرجوا برضو في غرزه واحده. وبعدين هنا عندنا حاجه اسمها 3 دي سي اللي هم ال3 عمدان خارجين من نقطه واحده وبيروحوا لنقطه واحده. ممكن يبقوا 3 عمدان بلفه، ممكن يبقوا 3 عمدان من غير لفه، نص عمود يعني خارجين بنفس الطريقه. ممكن يبقوا 5 عمدان خارجين في غرزه واحده، ودول 5 عمدان بلفه خارجين من نقطه واحده، بس هيطلع كل واحد منهم لوحده، مش هطالعين في نفس الغرزه. ودي تشين 3 اللي هي 3 سلاسل، وناخدهم في الاخر بسقط او بغرزه حشو في الاخر. 3 سلاسل، وبتدي منظر في نهايه الشال او في نهايه البلوفر او في نهايه اي حاجات مفارش، بتبقى شكلها حلو قوي الغرزه ديت. ده العمود اللي بيتاخد من ورا المقلوب، ده الامامي الفرونت الامامي، والباك ده الخلفي، ده اسمه عمود مقلوب، وده عمود معدول. تمام، دي الرموز اللي انت هتعرفيها علشان تشتغلي كروشيه او تشتغلي او تقري باترون. الرموز مش صعبة، انا شرحت منها قبل كده في فيديو انا نزلته قبل كده للسلسلة والعمود والنص عمود. هشرح تاني، هعدي عليهم كده مرورا سريعا عشان الناس اللي ما شافتش الفيديو التاني وعايزة تعرف ازاي بنعمل الرموز بتاعة الباترون. هعمل اول حاجة السلسلة اهي. انا معظم الفيديوهات اللي انا بنزلها للكروشيه انا بشتغل على الباترون، او لو ما كانش ليها باترون انا برسم لكم الباترون بتاعها بالورقه والقلم علشان لما ترجعي للباترون هتعرفي تشتغلي. تمام، اول حاجه السلسله اهي اللي هي الدايره الفاضيه. بتعمل ازاي؟ هدي الخيط اهو على الابره، تمام، بلف الخيط كده من ورا، لفه كده واحط الخيط على الابره واسحب كده عشان ابدا اول سلسله. في خيط على الابره غرزه، وبسحب الخيط واعمل الغرزه التانية. دي اسمها ايه يا جماعه؟ اسمها غرزه السلسله، سلسله او تشين. هتلاقيها في معظم الباترونات، مش معظم، في كل الباترونات السيمبل بتاعها او الرمز بتاعها هو ده. دي اسمها سلسله. طبعا اغلب الناس
عارفاها. انا بس هقول كل الرموز بتاعه الباترون، انا مش بعلم الغرزه، انا بعلم الباترون، الباترون على الغرزه، يعني الغرزه مع الباترون. طيب نيجي لتاني علامه اللي هي النقطه. النقطه دي اللي هي السقط. وبعمل ايه في السقط؟ الغرزه السقط بنزل كده في الغرزه واسحب خيط واطلع. تمام. والخيط ده هسحبه من نفس الغرزه واطلع تاني فاضيه. يبقى اهو هدخل فاضيه واسحب الخيط، بطلع بيبقى معايا 2 على الابره، احط خيط واسحبه من الاتنين اهو. هحط بتعمل ازاي؟ بحط خيط على الابره. تمام. احط خيط على الابره وانزل في الغرزه واسحب الخيط، هيبقى معايا 3 غرز على الابره. احط خيط واسحبه من التلاتة مره واحده، مش بسحب 2 في 2، بسحبه مره واحده، وده اسمه نص عمود. احط خيط على الابره وانزل في الغرزه واطلع بخيط، هيبقى معايا 3 غرز. 3 غرز. هحط الخيط واسحبه من التلاتة مرة واحدة، وده اسمه نص عمود، والعلامة بتاعته حرف التي. تمام. تعالوا نشوف العلامة اللي بعد كده اسمها ايه، او ايه الغرزة اللي بعد كده. اسمه دبل كروشيه، اللي هو زي اللي قبليه بس عليه شرطة. يعني زي اللي قبليه ده بس عليه شرطة، عليه شرطة، يعني هسحبه على مرتين من الإبرة.
عليه شرطة، يعني هسحبه على مرتين مش هسحبه على مرة واحدة. اللي فات دوت انا كنت بحط خيط وانزل اسحب خيط واطلع اسحب التلاتة مرة واحدة. ده مش كده، ده العمود بقى العادي. العمود العادي اهو بحط خيط وانزل في الغرزة واطلع، هيبقى معايا 3 غرز. اعمل ايه؟ احط خيط واسحبه من 2 واحط خيط واسحبه من 2. نقول تاني، ادي العمود اللي مش نص عمود، العمود اللي هو بتبقى علامته حرف التي وعليه شرطة واحدة. اولا بحط خيط على الابر وبنزل واسحب الخيط وبطلع بسحب، بحط خيط واسحبه من 2، هيتبقى 2 كمان احط. تمام، ده العمود بلفتين، وهكذا العمود ب3 لفات. طبعا تلقائي انتوا شطار فهمتوا العمود ب3 لفات، يعني هلف الخيط 3 مرات على الابره، هلف الخيط 3 مرات على الابره. ازاي؟ يعني هي في غرزه اساسيه على الابره، هلف 1 2 3. ده العمود ب3 لفات، وانزل في الغرزه بتاعتي كده اهو واسحب الخيط واطلع. تمام كده اهو، شده عشان يبقى العمود بتاعي طويل، واحط خيط واسحب من 2، ادي مره، واحط خيط واسحب من 2 المره التانية، واحط خيط واسحبه من 2 المره التالتة، واحط خيط واسحبه من 2 دي المره الرابعه. تعمل على 4 مرات، يبقى هلف مره 2 3، وده اسمه العمود ب3 لفات. وادخل في الغرزه بتاعتي واسحب الخيط واطلع. تمام، احط الخيط واسحب من 2، واحط الخيط واسحب من 2 تانيين، واحط الخيط واسحب من 2، واحط الخيط واسحب من اخر 2. بصوا فرق العمود الصغير نص عمود، وبعدين العمود بلفتين، بعدين العمود ب3 لفات بقى اطول. نعمل عمود ب3 لفات تاني. ادي الغرزة الاساسية اهيت، وبعدين هلف الخيط 3 مرات. ده العمود ب3 لفات، ادي 1 2 3 3 لفات على الابرة. تمام، وادخل في الغرزة بتاعتي، وبعدين اسحب الخيط واطلع واسحب، واحط الخيط واسحبه من 2
واحط الخيط واسحبه من 2 واحط الخيط واسحبه من 2 واحط الخيط واسحبه من 2. كل ما العمود ازداد لفة كل ما العمود بقى اطول، كل ما العمود بقى اطول. تعالوا نقول تاني الرموز بتاعتهم. دول الاساس بتاع الكروشيه، ده اللي اي حد في الدنيا بيشتغل كروشيه لازم يعرفه. السلسلة، السقط، السلسلة اللي هي الدايرة الفاضية، السقط اللي هي النقطة، الحشو اللي هو الزائد او الفي، بعدين اللي هو النص عمود اللي هم بحط خيط على الابرة، وبعدين بدخل واطلع ب3 غرز واسحبهم مرة واحدة، يبقى ده نص عمود. الغرزة اللي بعدها العمود العادي اللي هو الغرزة العادية وخيط على الإبرة، وبنزل بسحب خيط وبطلع بسحب من 2 في 2. بعدين العمود بلفتين، يعني اللي فيه شرطتين دوت اللي هي العلامة ديت اللي فيه شرطتين، يعني هلف الخيط مرتين على الإبرة. العمود اللي ب3 لفات يعني هلف الخيط 3 مرات على الإبرة، وبدخل وبطلع من 2 في 2 في 2 في 2. تمام، يبقى كده ده السلسلة، الغرزة، السقط، الحشو، العمود، النص عمود، العمود بلفة، العمود بلفتين، العمود ب3 لفات. تمام، لو عرفتي الاساسيات ديت هتعرفي تعملي اي غرزة واي باترون. تمام، الحاجات التانية دي علشان بيبقى فيه غرز اشكالها مختلفة، بس اللي زي ما انتوا شايفين في الصور اني مرة هتقابلي الشرطة اللي فيها 2 ده اللي هو العمود العادي، مرة هتقابلي الواحد اللي فيه شرطة واحدة بس ده اللي هو ايه نص عمود. فانتي هتبقي عارفة الغرزة اللي انتي هتشتغليها من ال5 اشكال دول: السلسلة، السقط او الحشو، السقط بعدين الحشو بعدين نص عمود بعدين عمود بعدين عمود بلفة، عمود بلفتين وعمود ب3 لفات. ودي الغرز الاساسية في الكروشيه. والفيديو اللي جاي ان شاء الله هنزل بقية الغرز ديت عشان ما اطولش عليكم في الفيديو دوت، هنزل بقية الغرز دوت في تعليم الباترون. اللي ما عملش يا جماعه سبسكرايب للقناه، نتمنى ان تعجبكم الفيديوهات بتاعتنا وتعملوا سبسكرايب للقناه علشان تفيدونا ونفيدكم كتير مع بعض. الكروشيه كل ما بنساعد بعض اكتر كل ما بنستفيد كلنا اكتر. شكرا ليكم، والفيديو عجبك اعملي لايك وشير للفيديو. شكرا.